المغرب إذا ممثل العرب الوحيد في مواجهة مالي في الدور القادم. هذه ميزة أنه يواجه منتخب أفريقي، ولا كان أفضل أنه يواجه منتخب أوروبي؟ أنا أعتقد أميل لفكرة أن الأوروبي ربما كان أفضل، لأنه ربما تحويل المباراة إلى إطار بدني محض مجموعة من الثنائيات أنا أعتقد أنه ليس خيار محبب بالنسبة للمغاربة، حتى وإن كانوا فازوا بكأس أفريقيا بالمناسبة الأخير أقل من 17 سنة، لكن ربما تنشئتهم أو جزء على الأقل من اللاعبين تنشئتهم تنشئة أوروبية أكثر. وزان مثلا اللي غير شكل المباراة لما دخل في الشوط الثاني ضد أمريكا، لاعب إنتاج أكاديمية أياكس، بالتالي ربما كان من الجيد أن يواجهوا فرق ربما أوروبية أكثر. لكن أنا أعتقد أنه ليس تواجه أي خصم مهما كان سيكون خصم معقد صعب، لكن الملاحظ أصلا هو التواجد القوي للأفارقة، يعني تواجد 4 منتخبات، والمصادف أنهم تواجهوا فيما بينهم على الأقل. ربما ثمة جانب إيجابي أننا سنحصل على منتخبين إفريقيين في ربع النهائي على الأقل، يعني في أسوأ الحالات. فأعتقد أن المباراة ستكون صعبة. مالي فريق يعني نموذجي جدا على صعيد الفئات السنية. مالي قبل 4 سنوات 5 وصلت إلى نهائي كأس العالم للشباب، لديها أكاديميات مميزة، أكاديمية الملعب المالي مثلا. باماكو عبارة عن مدينة ممتلئة فعليا من الأكاديميات، وبالتالي لديهم قدرة دائما على إنتاج مواهب بشكل دوري. هناك حالة كذلك أوغندا في الحقيقة، وهي حالة ملفتة في هذه البطولة، بغض النظر أنه مستفاد من جالية قوية متواجدة في الدوحة، يعني ملاعب كانت ممتلئة في كل مباريات أوغندا.